رسالة بسيطة لإدارة مجلس نادي الزمالك. دلوقتي الموضوع ده مش أول مرة يحصل، يعني كل مرة والتاريخ بيعيد نفسه. كل مرة مدرب تكون الدنيا يعني في حالة تطور والفريق بدأ يستقر والمدرب أنا زي الفل وكل حاجة تمام، زي مثلا كارتيرون وزي فجأة تاني يوم أنا همشي. ليه يا ابني؟ في ايه؟ انتوا يا جماعه عندكم مشاكل ومستحقات متاخره، وانا جاي لي الصراحه عرض حلو قوي عشان انت عندك مشاكل في تسديد مستحقات المدربين وتسديد مستحقات اللعيبه عندك. فاللي بيكون الراجل عايز يمشي. ما انا مش متعود على كده، مش متعود على عدم استقرار في حته ان انا يجي لي مرتب كل اول شهر وكل نص شهر والجو ده، فالطبيعي انه يمشي. فدي مشكله مش عندك في الزمالك، أو دي مش مشكله عشان مش عندك، اسف، ان الناس بره الزمالك بيبصوا على الزمالك عشان يوقعوه. لا، هي مشكله من جوه نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك مش مركزه في التصريحات انها تطلع تقول احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، احنا احسن مش عارف ايه في مصر، لكن مش مركزين في ان هم يظبطوا الاداره بتاعتهم، يشوفوا مشاكلهم ايه، يحلوا مشاكلهم، يقعدوا مع المدرب ايه متطلباتك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي مش. لكن ما فيش الكلام ده يا جماعه. طب زيزو لغايه دلوقتي ما جددش ليه؟ دي مشكله. جوميز ليه كل الفتره اللي فاتت دي كلها ما جددش العقد بتاعه؟ فدي مشكله مش هيحلها جمهور الاهلي، ولا يحلها مجلس اداره النادي الاهلي، ولا يحلها جمهور الزمالك. دي مشكله المفروض يحلها مين؟ مجلس اداره نادي الزمالك. الموضوع سهل. فانت المشاكل اللي انت فيها دي كلها نابعه من اداره مجلس نادي الزمالك. فهي انا عايز اقول يعني نصيحه لمجلس اداره نادي الزمالك، بعد اذنكم ما تركزوش في التصريحات اللي بتقعدوا تقولوها دي، وما تقعدوش تبصوا على النادي الاهلي، ما تقعدوش تبصوا مش عارف ايه. شوفوا المشاكل اللي عندكم حلوها. الاداره قرار. انا نفسي في شغلي قاعد اقول ايه؟ المدير قرار. فانت لازم تاخد قرارات حاسمه عشان تصحح من مسار فريقك ومتصحح من مسار النادي بتاعك. وعندك مشكله في القيد، وعندك مشكله في لازم تحل المشاكل دي كلها. فيعني لو الزمالك بص لنفسه كجمهور وكاداره، هيبقى في مكانه احسن من اللي هو فيها دلوقتي. انا كده حقا